يا باشمهندس حضرتك كنت طالبني. احنا محتاجين نعمل تيست، بس بص هنخلص التيست ده وهتاخد المكافأة دي ان شاء الله اول ما نخلصه. المكافأة دي ان شاء الله كلها ليا؟ كلها بتاعتك. تمام جدا ماشي. بس هو ايه اللي ورا حضرتك ده؟ من انواع الدراسات اللي ممكن جدا تحتاج تعملها كيو اي يو اكس ديزاينر هي الريموتلي ان مودريتد ستاديز. في الدراسات دي انت مش بتكون موجود مع المشاركين في الدراسه بشكل مباشر في المكان اللي هم بينفذوا فيه الدراسه، ولا بتكون متابع معاهم الدراسه دي حتى عن بعد. في الحالات دي عاده بيكون في مكافاه للمشاركين اللي بيقدروا يكملوا الدراسه لغايه الاخر، وده بيخلي ان في نوع من المشاركين بيبقوا عاوزين يوصلوا للمكافاه دي باي شكل بعيدا عن نتائج الدراسه. ولان الوقايه خير من العلاج، فمن الافضل انك من الاول تكون مختار المشاركين في الدراسه بتاعتك صح. لكن في حاله ان الوقايه ما كانتش كافيه وظهر معاك النوع ده من المشاركين، خلينا نقول لك ازاي تتعامل معاه. النوع الاول اللي ممكن ياثر على الدراسه بتاعتك بشكل سلبي هم التشيترز او الغشاشين. النوع ده بيبقى بس عايز يوصل للمكافاه ومش بيفرق معاه ان هو يعمل التاسكس او المهمات المطلوبه منه. اما النوع الثاني اللي ممكن ياثر على الدراسه بتاعتك هم اصحاب النتائج المتطرفه او الاوتلايرز، ودول اللي ممكن يبقى سلوكهم او ادائهم مختلف بشكل كبير عن المستخدمين اللي انت اصلا مستهدفهم. وخلي بالك ان المشارك يكون اوتلاير مش معناه انه بالضروره يكون غشاش، لكنه ممكن يكون مش بيمثل مجموعه المستخدمين اللي انت المفروض تكون مستهدفه. يعني في الاغلب ما كانش المفروض يتم تعيينه من الاول في الدراسه دي. طب ازاي نقدر نكشف المشاركين دول ونعمل ايه في الحاله دي؟ علاج المشكله دي هيبقى حسب نوع دراستك، سواء كانت نوعيه كواليتيتيف او كميه كوانتيتيف. الدراسات النوعيه او الكواليتيتيف هي اللي بنحاول نوصل فيها المعلومات عن سلوك المستخدم، مش بس ارقام واحصائيات، وبيكون عدد المشاركين فيها عاده مش كبير. فلو دراستك كواليتيتيف، احسن طريقه تحل بيها المشكله هي انك تشوف تسجيلات الدراسه كامله. هتقدر تلاحظ من خلال التسجيلات المشاركين اللي مش بيبذلوا مجهود اصلا في تنفيذ المهمات وبينهوها عشان يوصلوا للمكافاه وبس، وطبعا دول التشيترز. الاوتلايرز التعرف عليهم في الاغلب بيكون اصعب، لكن تقدر تعرفهم عن طريق انك تسمع كلامهم في التسجيلات عشان تقدر تلاحظ لو كان المشارك مرتبك او حاسس ان الموضوع غير مألوف بالنسبه له. اما الدراسات الكميه او الكوانتيتيف دي اللي بنهتم فيها اكتر اننا نوصل لارقام واحصائيات وبيكون عدد المشاركين فيها كبير، فساعتها فكره انك تراجع 20 فيديو او اكتر بشكل كامل هتكون صعبه جدا. لكن بما ان اغلب الدراسات الكوانتيتيف بيكون الغرض منها الوصول للتاسك تايم او التاسك سكسس ريت او متريكس ثانيه، فنقدر نلاحظ من توزيع نتائج الاختبار اذا كان في نتائج متطرفه بشكل كبير. خلينا ادي لك مثال. لو بنقيس التاسك تايم او سرعه اداء مهمه معينه، ولقينا ان اغلب المشاركين احتاجوا من 60 ل 120 ثانيه عشان يكملوا المهمه المطلوبه منهم في الدراسه، لكن في 3 مشاركين خلصوه في اقل من 10 ثواني، ومشارك واحد احتاج اكتر من 200 ثانيه. ده مؤشر ان اللي خد وقت كبير جدا غالبا اوتلاير، واللي خد وقت قليل جدا غالبا شيتر. وبكده هتكون قدرت تفلتر نتائج الدراسه من غير ما تحتاج تراجع التسجيلات كلها، وتقدر تركز بس على نتائج المشاركين اللي نتائجهم كانت متطرفه. خلي بالك من الشيترز والاوتلايرز اللي ممكن ياثروا على نتائج الدراسه بتاعتك، ولو لقيت ان عددهم بيبقى كبير فانت غالبا محتاج تراجع الطريقه اللي بتعين بيها المشاركين في الدراسه. وتابعنا عشان هنتكلم اكتر عن الريسيرش ومواضيع تانية كتير.